في 3 نقط هعرفك بالظبط ايه اللي بيحصل. اول حاجه خلينا ما ننساش ان اي ساحر صغير بمجرد ما بيقرب من سن ال11 بيخرج منه السحر من غير ما ياخد باله. حتى لو الطفل مش عارف، الوزاره بتبعت الخطاب زي اللي وصل لهاري وتشرح فيه ان طفلهم عنده قدرات سحريه وانهم محتاجينه في المدرسه. تاني حاجه وده بيكون عند الساحر ذات نفسه، هرمايني ذكيه جدا، وفي الكتاب الاولاني كانت قالت ان هي كانت بتلاحظ ان بيخرج منها سحر لما بتكون متضايقه او غضبانه. وزي ما احنا عارفين اي سحر بيتم خارج اراضي المدارس وزاره السحر بتقدر تعرف مكانه ومين اللي عمله بالظبط. في كتير من الاحيان بيكون الاهالي خايفين، ولكن اهل هرمايوني اصلا دكاتره، وبالتالي حاجه زي دي هيفكروا فيها مش هيخافوا منها. وفي حاله لو كان الاهالي زي الديرزليز مش قابلين بالحقيقه ديت بيتهاجموا بكل الخطابات الغاضبه اللي جات لهم من كل حته في البيت. هرمايوني قرت كل واي كتاب كان تحت ايدها بما فيها كتب بتتكلم عن السحر وتاريخه، فهي عندها معرفه سابقه ان ده ممكن يحصل. عمرك حصل لك حاجه حسيت بيها ان انت ساحر؟ دوس لايك واشترك، رحلتنا في عالم الفانتازيا يا دوب لسه بتبدا.